يعني انت لو رحت للمدرس وقلت له افرض انا بدات من دلوقتي، والمدرس ده قال لك لا لو بدات من دلوقتي مش هتتساوى، ربنا مش هيساويك مع اللي بدا من الاول، على سبيل المثال ده كان رده. هل انت في اللحظه دي هتقول لي خلاص انا هستسلم وهضيع مستقبلي عشان خاطر الاستاذ قال لي، ايا كان مع تقديرنا لكل الاساتذه ما فيش استاذ يقول كده، بس انا بقول لك مثلا ان عشان هو قال لحضرتك ان انت مش تلحق فانت قررت ان انت خلاص بقى انا هو الراجل قال لي مش هتلحق فانا استسلمت. يا ابني ده مستقبلك، ما تتعاملش مع مستقبلك برفاهيه، اللي هو جه ما جاش خلاص. انا اللي طلعني الاول هو الدعوه، مش اللي طلعني الاول هو ان انا طلعني الاول لان فعلا الدعوه علمتني الجديه. اصحى من الفجر او من قبل الفجر، لو ربنا رزقك شيء من قيام الليل اصلي الفجر واقول اذكاري، اقعد اذاكر اشد مذاكره لحد العصر بفضل ومنه الله، وكل ما اجي اقوم من على المكتب وازهق افتكر قول الله تزرعون 7 سنين ايه دأبا. اوعى اتق الله، افتكر شخصيات الانبياء ونجاح الانبياء في الحياه، افتكر بعد كده يا دوبك ابص على الواتس والسوشيال ميديا 5 دقايق عشان وبعد كده انام شويه، وبعد كده اصحى المغرب اشوف ورد عبادتي، وبعد كده لو عندي ورد رياضه اعمله، وبعد كده ارجع اذاكر تاني، وبعد كده لو عندي ورد مذاكره في تفسير كتاب الله ايام الامتحانات وفاز الامتحانات. انا مين اللي علمني ابقى ناجح دي؟ هو انا كنت كده قبل الالتزام؟ والله العظيم ما كنت كده، ولا كنت 1% من كده، ولا في نجاح في حياتي، ولا تغيير في نفسيتي، ولا علاج لشخصيتي غير بالدين. دي مش ضد الدنيا ابدا، بالعكس. احنا ما كناش قمه وقاده الحياه كلها وقاده الدنيا وصناع الحضاره وصناع النهضه الا لما كنا مع الدين. الاسلام اعظم دين في الحياه، بيصنع الحياه وبيحول المسلمين كلهم يصنعوا الحياه. عيط واقفل على نفسك باب الاوضه وقول انا موجوع، بس ما تسمحش لنفسك ان انت تنكسر، لان انت لو انكسرت بطل القصه مات خلاص، ما عادش قصه هتتكتب. يقول كان في بطل مر عليه ظروف وانكسر خلاص ما تحركش. تقنع عقلك انك تقدر تعمل ده وتقف تواجه وتبقى عارف انك ممكن تمر بظروف احباط، تمر بوجع، تمر بألم، لكن انت مكمل تصدق نفسك انك تقدر تعمل ده، مكمل، وقعت ما يهمكش، تقفل عينك عن كل حاجة موجودة حواليك، تغمض عينك عن اي كلمة بترجعك لورا، عن كل واحد بيتريق عليك، عن كل واحد عمال يحط لك عقبات وعراقيل عشان ما تمشيش، عن كل ظلمة بتمر عليه في حياتك. غمضت عينك، سديت ودنك، حط الهدف اللي انت عايزه واجري. هتقع، وايه المانع؟ كلنا وقعنا، هتقع تاني ما تخافش، ده علامات والله انك هتوصل. هتقع تالت، خلاص انت قربت، كمل. بيتكلموا عليا وحش وانا مش مستحمل، كمل. اصل جايين عليا والمدير هيفيدني، كمل. اصل معايا واحد في شركه عين النهارده ريخ، كمل. العميل اللي اتخانق، كمل. هتوصل لان اللي بيوصلوا المخلصين، هم اللي بيوصلوا، اللي شايفين حاجات الناس مش شايفاها، اللي باصين لحاجات محدش. على فكرة مش عيب ان انت بعد ما راكمت والدنيا باظت معاك وفي دروس ما كنتش بتنزل ان انت ترجع وتصلح من نفسك. ابدأ كده، استهدى بالله وفوق. عادي جدا ان انت تغلط، بس الفكرة ان انت ما ينفعش تنام في الخط يا عم. حتى لو انت مش فارق معاك نفسك، يفرق معاك اهلك، ابوك وامك يا عم اللي تعبوا دول وعمالين يكحوا التراب عشان حضرتك تتعلم. الثانوية العامة مش صعبة، فحرام عليك تضيع حلمك عشان شوية كسل منك. كل ما تحس ان انت تعبت تقول لنفسك لا لسه، كل ما تحس ان انت يأست تقول لنفسك لا لسه كتير، انا لسه ببتدي، مش هعطل دلوقتي. انت اخترت طريق، كمل للاخر، مفيش مبررات ومفيش اعذار. الحاجة الوحيدة اللي هتوقفك هي الموت، ما تقبلش بحاجة اقل من كده ان هي توقفك. واكتب هدفك. بتذاكر ليه؟ انت عاوز ايه؟ عاوز تبقى ايه؟ عاوز تنجح فيه؟ اكتب الهدف بتاعك وارجع تاني، خد شويه ميه تانيين وغمض عينيك وشوف نفسك وانت بتحقق الهدف. ركز على الهدف وعلى اسبابه، على الهدف وعلى اسبابه، هتلاقي المذاكره اصبحت جوه ده.